ازاي بقى سيدنا ابراهيم كان بيتواصل مع السيدة هاجر؟ السؤال ده جميل قوي، بس احنا كده هنضطر نرجع. انت كده بتتكلمي في الحقبه الزمنيه من 4000 سنه. طب هو من 4000 سنه كانوا بيتكلموا انهي لغه؟ تعالي بقى نرد على السؤال ده. لو انا جيت قلت لك هو العالم النهارده بيتكلم عشان يتواصلوا مع بعض بلغه التجاره وبلغه المال والكلام ده، ايه اللغه المنتشره؟ اللغه الدوليه، اللغة الانجليزية. اللغه الانجليزيه. كذلك نفس الكلام قديما يا اخوانا كانت اللغات الساميه. انت عارف ايه اللغه الساميه التي تنتسب او تنسب الى سامي بن نوح، ابن سيدنا نوح عليه السلام؟ اللغة السامية دي يا اخوانا كانت منتشرة جدا في منطقة اسمها الهلال الخصيب، اللي هو في العراق والشام ومنطقة شبه الجزيرة العربية. طيب، بخلاف المصريين بقى، المصريين كانت لهم لغة خاصة لوحدهم اللي هي الهيروغليفية اللي احنا شرحناها، والهيروتيقية والديموتيقية اللي احنا شرحناها من الفيديو الماضي. ارجع له هتلاقيها على القناة بتاعتنا. وسبحان الله المصريين من قديم الازل هم ليهم طبع خاص. اللي عايزنا يجينا، اللي عايز، اللي بيتكلم اللغة مش هنتكلم لغة حد، اللي عايز يتكلمنا يتعلم اللغة بتاعتنا. من قديم الازل. زي النهارده تلاقي العرب اغلبهم كلهم بيتكلموا لهجه ولغه معروفه، المصريين ليهم لهجه ولغه خاصه. يعني سبحان الله تحس ان هو توارث الاباء او الاحفاد من الاجداد يعني. فتحيا مصر يعني. طيب، لكن خد بالك كانت في لغه متواصل في لغه التجاره ولغه البيع والشراء والمعاهدات وكده. وهي دي اللغة اللي كانوا بيتواصلوا بيها. في لغة الطوائف ساعتها أو العالم ساعتها في الوقت ده كان بيتواصل بيها زي ما احنا بنستخدم اللغة الإنجليزية في عصرنا الحالي اللي احنا عايشين بيه دلوقتي. طيب، هو دلوقتي عايز أعرف، هو معاهدة قادش اللي كانت بين رمسيس الثاني وبين الحيثيين كانت بأي لغة؟ باللغة الأكادية. أيوة، أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك إن تعلم اللغات ده كان موجود برضو زمان. كانوا بيتعلموا زمان. يعني لما جينا نقرأ معاهدة قادش كانت مكتوبة باللغة الآكادية. كذلك عندك اللغة الكنعانية، وعندك لغة مثلا بابل وآشور إلى آخره. يبقى الخلاصة اللي عايز أقول لك عليها إيه؟ إن كان في لغات كتير ساعتها منتشرة، اللغات السامية أو اللغات اللهجات المحلية مع الناس، لكن كانت في لغة مشتركة الناس كانت بتتواصل مع بعضهم البعض وكانوا بيفهموها. وهو ده اللي احنا توصلنا منه، اللي حصل مع سيدنا ابراهيم والسيده هاجر. ان هم كانوا بيتواصلوا لغه ايه؟ بيتواصلوا لغه مشتركه، او كانوا بيتواصلوا بالاشاره، او كانوا بيتواصلوا عن طريق مترجم. العبره يعني المعضله ما كانتش في اللغه، ما كانتش في التواصل. العبره ان تم التواصل والحمد لله تعالى والامور تم. لكن انت لما تيجي تتعجب بقى، تتعجب من ايه؟ لما الله عز وجل يقول: ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. خليك تقف تتفكر في خلق الله عز وجل، أنه كيف جمع القلوب رغم اختلاف الألسن.